الزواج بسبب غلاء المهور وبسبب الطمع، والشاب هو الضحية. ضاع عمره وفات الوقت وذهبت اللحظة ولم يذق طعم الحياة، فإن الحياة لا طعم لها بدون زواج. يقول عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وما انتشر الانحلال والفساد من المعاكسات والمغازلات إلا بسبب تعقيد أمور الزواج. وحدث ولا كرامة عما تبثه القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية التي تفجر براكين الجنس والشهوة. ولقد قالت الإحصائيات أن أكثر من 90% في البلاد العربية يدخلون على شبكات الإنترنت خصيصا للمواقع الإباحية، يدخلون عش الدبابير إن صح التعبير. وكل هذا تدمر به الأخلاق والفضيلة، لأننا أمام جيل فاشل يعكف على الفواحش صباح مساء، عندهم هوس جنسي وإدمان للإباحية، وإلى الله المشتكى. فلا سبيل لتصريف الشهوة إلا بالزواج، ومن بركة المرأة يسر زواجها وخفة مهرها وحسن أخلاقها. فيا أولياء الأمور اتقوا الله في من تحت أيديكم من البنات، بادروا بتزويجهن متى ما تقدم الخطاب والشباب الأكفاء. والله لو تكلمت الفتاة وما ردها إلا الحياء لقالت لأبيها بأعلى صوتها بأنها تتمنى أن تتزوج بشاب صالح ولو في بيت صغير. فلا تحرم ابنتك من حقها. ها هي فتاة خليجية كان يتقدم لها الخطاب، وأبوها هذا الظالم كان يرد الخطاب عنها بحجج واهية. الشاب الأول فقير، والشاب الثاني غير موظف، والشاب الثالث لا يناسبنا ولا يليق بنا، حتى بلغت من العمر 40 سنة وفاتها قطار الزواج. هذه الفتاة من شدة اليأس والحزن والتعب النفسي نامت على فراش الموت، والتفت الأسرة من حولها، وأبوها هذا الظالم وقف عند رأسها وقال لها: سامحيني يا بنيتي فأنا السبب. فقالت لأبيها: قل آمين. فقال آمين. فقالت: يا أبتي حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الزواج. ثم بكت وقالت له: والله لا أسامحك أبدا. صاحباتي أمهات وجدات، وأنا لا زلت بين الجدران الأربعة، وإذا ما وقفت أنا وأنت أمام الله فسأخاصمك أمام الله. حرمتني حقا من حقوقي. نريد لبناتنا الستر والعفاف والراحة. كل فتاة تنتظر فارس أحلامها، فهذا نداء عام من كل قلبي إلى أحبابي وأسيادي: زوجوا الشباب، ساعدوا الشباب، احفظوا المجتمع، افتحوا البيوت، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. من كان سببا في غلاء المهور فالله حسيب من فعل ذلك. الله يتولاه بجميل عدله ويكفينا شره. واعلم أن أول شؤم المرأة غلاء مهرها، وأعظم النساء بركة أقلهن مهرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا جاء لكم شاب صالح وترك جميع البيوت واختاركم أنتم، فلا تسألوه عن مكانته الاجتماعية،
ولا تسألوه عن درجته المالية، لا تسألوه كم مهرا ستقدم ولا كم شبكة ستدفع، لا تسألوه كم غرفة ستجهز ولا كم مؤخرا ستكتب، لا تسألوه إلا عن دينه وأخلاقه. كفانا اهتماما بالشكليات والمظاهر. معشر الآباء، لا تنسوا ماضيكم من 40 سنة ومن 50 سنة. رحم الله أيام الصندوق والخزانة والحصير، أيام كانت كلها بركة، أيام كانت لا يوجد فيها فشل كلوي ولا تليف كبدي ولا ضغط ولا سكر ولا سكتات قلبية ولا جلطات دماغية، أيام كانت كلها خير. أنا أعلم أنه لكل زمان دولة ورجال، لكن رفقا بأولادنا وبناتنا، فأسعار الذهب في ارتفاع يوما بعد يوم. فمن أين يأتي الشباب بهذه الأموال الطائلة؟ يسرقون أم يلجؤون إلى الزنا ونحن السبب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأخيرا أقول للشباب وجميع الإخوة الأحباب: الزموا العفة وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.